فلا يحدد معنى الإخلاص إلا الحق سبحانه وتعالى، فيقول فيه: الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فعمل رفعه الله عن مرتبة كتابة الملك، وأيضا لم يجعل للشيطان عليه مدخل، يبقى أمر يتعلق بالله وبالعبد ذاته بلا واسطة، حتى في الكتب لا واسطة. فيبقى ما هو معنى الإخلاص؟ يبقى معنى الإخلاص أن تكون كل حركة النفس الإنسانية مرادا بها وجه الله تعالى، لأنه لو كان مراد بها غير وجه الله تعالى يبقى ده رياء. فلا يحدد معنى الإخلاص إلا الحق سبحانه وتعالى، فيقول فيه: الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فعمل رفعه الله عن مرتبة كتابة الملك، وأيضا لم يجعل للشيطان عليه مدخل، يبقى أمر يتعلق بالله وبالعبد ذاته بلا واسطة، حتى في الكتب لا واسطة. فيبقى ما هو معنى الإخلاص؟ يبقى معنى الإخلاص أن تكون كل حركة النفس الإنسانية مرادا بها وجه الله تعالى، لأنه لو كان مراد بها غير وجه الله تعالى يبقى ده رياء.